عليك أن تتركها للقدر هذه المرة، ولتعلم أنه لو كان مقدرا لك شيء فسوف يكون، حتى وإن كانت المسافة تبعد ما بين الشرق والغرب. ليس لك إلا السعي، فعل ذلك واطمئن. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أنا أدعوكم إلى التفوق. الدنيا كما ترى، نأكل ونشرب وننام. إن كنت كذلك فأنت واحد من 6,000 مليون. لا تقدم ولا تؤخر. لم لا تكون متفوقاً؟ أن تكون الأول. إن كنت طبيباً الطبيب الأول، إن كنت محامي المحامي الأول، إن كنت مهندس المهندس الأول، إن كنت تاجر التاجر الأول. شيء سهل جدا. جدا، بس يحتاج إلى تخطيط. إخوتنا الكرام، والخبر مؤلم جدا أنه بال100 شاب ما في إلا 3 يعرفون أهدافهم ويتحركون نحوها. بال100 شاب 3% فقط هدف واضح. أنت الآن ماذا تريد أن تكون حينما تتخرج من الجامعة؟ تحب أن تكون عالم، تحب أن تكون طبيب، تحب أن تكون تاجر كبير صناعي. فكر. اضغط ضغطة قوية عشان تكون قفزك قوية بإذن الله تعالى، وخذها قاعدة. الآن في هذا العمر إذا تتعب 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 تتعب، ترى بعدين تلعب 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 تلعب. الآن تبي توسع صدرك وتلعب تلعب تلعب تلعب، ترى بعدين تتعب 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 تتعب. وابن القيم يقول: من آثر الراحة، يعني من فضل الراحة فاتته الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. والبحث عن عمل مريح هو أول ثقب في سفينة طموحك. أنت توك بادي، لا وراك عيال ولا أحد يطلع من المدارس، ولا وراك مسؤوليات وجسمك ولا صحتك ولا عمرك ولا خبرتك. تبي تدور لك مكان تندس فيه ووظيفته ما حد يدري عنك، وتجلس كذا ولا تقابل أحد وبس وينزل عليك هالقاطور. إذا وجدت مثل هذا، ما أقول وظيفة، مثل هذا المستنقع، يجب أن تقفز. هذا ممكن واحد كبير في السن تعب قد قدم كل ما عنده، ممكن يروح ينزو في هذا المكان. يمكن نجد له مبرر. واحد توه في بداية حياته يذهب إلى مثل هذه الأماكن التي لا يضيف فيها شيئا ولا تضيف هي له شيئا، لا شك أنه سيتآكل بالصدى. إذن هذه واحدة من النصائح المهمة جدا والله يا أبو سعود، أن اللي بيفرط الآن وهو شباب صغير
متوقع، الأرزاق عند الله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لا يزعل بكرة إذا نادوه يا هيه يا ولد، لا يزعل، لا يزعل. في الصيف ضيعت اللبن، يمكن أنت صغير وكان عندك فرص، وكنا في زمن الآن مليان فرص. أنت كنت تبحث عن الأسهل. ودائما طموح الإنسان مثل الموية، إذا صار يبحث عن المطامن بيروح، ثم سيكون هناك مستنقع من الإحباط ومستنقع من الشعور بالتفاهة واللا قيمة وتدني المكانة، لأنك أنت اللي بغيت هذا الشيء. ولذلك يقول ابن القيم، يقول والوصول إلى المطلوب مقرون بهجر العوائد. عاداتك أنت تسويها خلاص، الآن أنت الآن يعني كبرت، أنت الآن مسؤول نفسك، أنت الآن عيب تأخذ من أبوك ولا تأخذ من أحد ولا تتسلف ولا انطلق واشتغل وابدأ وابذل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يأخذ أحدكم حزمة حطب فيشتري بها خير من أن فيحتطب بها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لا، أن تنظر لنفسك نظرة مختلفة. يجب أن تنظر أنك الآن لست عبئا، ولا يجب أن تكون عبئا. إذا نظرت بهذه الطريقة، لا اشتغل لو بأي شيء، والله أن رائحة العرق أجمل من عطورات الانتظار والعطالة. تبخبخ وقاعد وجالس ومبسوط والناس قاعدة تشتغل، هذولا اللي الله عز وجل يوفقهم والناس تحترمهم، وكثير من الناس سيسانده لأنه يراه بهذه الطريقة. وأن العرق أجمل من أن تضع رأسك على الوسادة ويقتلك الأرق. تفكر في عندك ما عندك شيء، الناس تشتغل وقاعدة وتبذل وتجتهد وانت جالس ما عندك شيء. هذه المعاني يجب أنها ترسخ في ذهنك. الآن في جيل، الآن أبو سعود، السعودية 83% منها 29 مليون حسب إحصائيات هيئة الإحصاء عندنا في السعودية، من جيل إكس وزد واي، يعني جيل صغير. الزد قل من آخر الستينات، الإكس من آخر الستينات إلى 81، من 82 إلى 2003 نتكلم عن جيل الواي. من 2003 بعضهم يقول من 97، من 2003 إلى 2015 جيل زد. هذا الجيل مشكلته أنه يرى أنه أكثر كفاءة وأكثر ذكاء واستحقاقه عالي، وإذا جاء الوظيفة يبغى يصير مدير على طول، ولا يبغى يرتاح على طول، ولا يجونا في الشركات يقول أنا أبغى أصير شريك، لا ما أرضى بالراتب، أبغى أصير شريك معكم. هذا النماذج اللي يسوقها أناس في أواخر حياتهم الوظيفية. لا واحنا عمالين نشرح الاغراض دي، انا بدات احس ان انا بتوه. عيب عليك وانا هسكت. السلام عليكم ورحمه الله. يجب انك انت تقارن نفسك به، لا يجب ان تقارن بداياتك بنهايات الاخرين. هذا بدأ وتعب واجتهد وله ظروفه والله وفقه، لا يجب ان تقارن هذه بهذه. انا اقول وان وجد نماذج مثل هذه، في فرق بين اني اخذ ثمار عضويه طلعت بطريقه ناضجة، وبين كيماوي قب ما تدري شلون طلع بهذه الطريقة الغير منطقية والتي لا ينبني عليها قاعدة وإنما هي استثناء.